كريمات الريتينويك اسيد او الريتينويك اسيد ده عباره عن شكل من اشكال فيتامين ايه. هو فيتامين ايه اصلا بيعمل ايه؟ هو عمليه بيساعد في عمليه التجديد، يعني عمليه التجديد اللي بتحصل كل 14 يوم دي الفيتامين ايه اصلا بيساعد فيها، فبالتالي بيساعد على ان الطبقه الاولانيه دي تتشال وبعدين ايه نكون طبقه جديده. فلو حصل منه مشاكل او نقص ممكن ده يعمل ايه؟ يخلي الجلد نفسه ما يتقشرش فيبدا يتراكم فيبدا يحصل ايه؟ حبوب، ويطلع المشاكل بتاعت الحبوب اللي احنا قلنا عليها دي. طيب فبالتالي ده بيريجوليت او بينظم عمليه ان الايه الطبقه اللي فوق دي تتشال. فبالتالي لو في مشكله ممكن نستخدمه كحاجه شبه التقشير. تمام. هو ميزته كمان ايه؟ ان هو بيضاد للالتهاب، مضاد للعدوى، بيقلل برضو البكتيريا، وكمان بيبدا ايه ينظم ان هو بيشيل الطبقه وكمان بيتحكم كمان في افرازات. يعني هو بيشتغل على الاثنين، هيقلل الافرازات وفي نفس الوقت هيشيل ايه الطبقه. مشكلته الاساسيه ان هو ما ينفعش يدهن في الشمس. تمام. فلازم يدهن لا اما بالليل لا اما يدهن وتتغطى، او انت هتبقى عارف ان انت قاعد في مكان مش هتتحرك ما فيهوش اضاءه ومش هتتعرض للشمس، خلاص ادهنه. تمام. طبعا معظم منتجات فيتامين ايه بتسبب تشوهات في الاجنده ومشاكل في الاطفال، فبالتالي ما يتاخدش ولا للحوامل ولا للرضع. تمام.